لو أني سألت الناس ما هو أسوأ آفات اللسان وأخطاره لقالوا الكذب، الغيبة. أقول لا، الشرك أخطر ما يوقع في اللسان الكفر. ينطق الكفر باللسان ويسب الدين باللسان. كثير بيسبوا الدين وبغير قيود، واحد تجيب سب الدين عادي. وأسوأ منه المجتمع اللي ما بيتخذ منه موقف صارم، يسب الدين ويضحكوا معه، ويسب الدين ويتونسوا معه. لو سب أبوك ما تاني بتقاطعوا عليه يوم الدين، ولو سب قبيلتك بيكون عندك منه موقف. وسب الدين ردة وكفر بالإجماع. من سب الدين خرج عن الإسلام جملة وتفصيلا. ما يقول ما قاصد، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسب الدين كفر عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ولأبي حنيفة تفصيل. إذا قصد بالدين الأحكام يكفر جملة وتفصيلا، وإن قصد بالدين حال الشخص وكان مغضبا يعذر ويستتاب. ولكن الذي أرجحه أن سب الدين ردة. ومن أخطاء اللسان دعاء الأموات والاستغاثة بغير الله عز وجل، الشرك والحلف بغير الله. كل هذا لا يكون إلا باللسان. وبعض الناس يهون من أمره ويتساهل في شأن هذا. الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم ونداؤهم هذا من الشرك، ولا يكون إلا باللسان. ثم بعد ذلك تأتي بقية المخاطر من الغيبة باللسان، نقل الكلام على وجه الإفساد باللسان، قذف المؤمنات وقذف المؤمنين باللسان، الطعن والسباب والسخرية والشتم واحتقار الناس وازدراؤهم والتندر بهم. التندر بلا شوف فلان عامل كيف 200 هو بيجي كده بالله عند بالله كريم أدى غشيم هلا بالله حس عامل فيها كيف. يعني بيقولوا كلام عجيب. وفي ناس يعمموا في أحكامهم وإطلاقاتهم. يقول لك الشوايقة أوعك أعمل حسابك، الشوايقة كله الشوايقة دي ما فيه ناس فضلاء وناس طيبين. يقول لك البندقون كله أعمل حسابك، البندقون دي الناس خطرين. يقول لك كل البندقون يعني ولا كيف؟ الخطورة إنه الله بجيب البندقون يوم القيامة كلهم وبيجيبك لون خصم. طبعا في ناس قدر دين انت بتقدر عليهم يوم القيامة، انت طبعا في قبيلة كاملة، طبعا في بلد كامل. ناس يقول لك الخليجيين ده وطوالي قاع عليك فيه كلام يا زول في قيامة، والله بجيب الخليجيين وبيجيبك يوم القيامة بيقول لك يلا ورينا. بيكونوا خصومك، انت بتقول الكلام وبتمشي. قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه. انت كان قلت الكلام ونسيته يطلعوا لك يوم القيامة إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالسب والشتم والازدراء والتندر بالقبائل وبالناس وبالمجتمعات وبالدول وبالجماعات والتعميم هذا من آفات اللسان. شهادة الزور أعوذ بالله باللسان، الكذب باللسان. وأسوأ ما في ذلك كله الغناء الفاحش. الغنى يعني واحد تلقى 4 ساعات ينظر بيغني فنان. اللسان ده بيعمل عمايل والله. يعني الشيء ده عنده آفات. يعني كان قالوا أي زول امسك لسانه. قال جاء قوم إلى عيسى عليه السلام قالوا انصحنا، قال لا تنطقوا ما تنظم نهائي. قالوا لا نستطيع، قال لا تنطقوا إلا في خير. في الأول قال لهم ما تنظموا، أصلا ما تنظم. كان قدرت ما تتكلم حظك. لا تنطقوا يا أخي رب كلمة
لا يلقي لها صاحبها بالا، في هزار، في ونسة، في جلسة. رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا هي من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. وفي رواية تهوي به أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة بس، ما قاصر قصر، بس رمى له كلمة. طعن في زول، انتقص نبي من الأنبياء، انتقص صحابي، وده كثير جدا. وإذا كان السب والشتم معصية فأسوأ منها سب الصحابة، كما يفعل الرافضة والشيعة اللي يسبوا الصحابة. وللأسف الشديد هم موجودون في السودان. في السودان يعني واحد في البيت قبل كم يوم قال لي مشينا للشيخ من الشيوخ المشهورين، قعدنا معه، قال لي ما تكلم في شخصية وطعن فيها مثل ما طعن في عثمان بن عفان. قلت له سويت له شنو؟ قال لي حيران وكتار. قلت له ما كانت تموت شهيد، كانت تقوم تخنقه، بعد ذاك الحيران يقتلوك تمشي الجنة. زول يتكلم في عثمان تخليه؟ قلت له حسك اتكلم في جدك بتخليه؟ سكت ساكت. يا ناس معقول؟ والله سوء اللسان ده عنده سوء. الغنى الفاضح والكلام البذيء والفحش في القول، لا حول الا بالله. يعني إن أردنا أن نعدد مخاطر هذا اللسان أنت بتخلع، بتستغرب، تقول بالله هو عنده مخاطر قد كده. الحتة اللحمة الموجودة جوا الحنك. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. إذا كان لسان أبي بكر يقول رضي الله عنه تواضعا أن لسانه أورده الموارد، فماذا نقول نحن